تعالوا بقى يا حبايبي نعمل رغوة النسكافيه مع بعض احلى من بتاعة المحلات. معايا هنا معلقة من النسكافيه البلاك، ومعانا برضو معلقة من السكر، ومعانا معلقة من المية. اهم حاجة تكون المقادير متساوية بين الثلاث حاجات، المية والنسكافيه والسكر. تمام، المقادير متساوية بالظبط. نضربهم كده مع بعض بالمضرب الكهرباء. لو عملتيه بالخلاط او بالمضرب اليدوي القوام مش هيبقى مظبوط كده معاكي، لكن المضرب هيدينا الفوم يطلع مظبوط كويس جدا زي الكريم شانتيه بالظبط. تقدري تعمليه في علبة وتحطيه في الفريزر وتحفظيه عندك وتطلعيه وقت ما تكوني عايزة، هيبقى معاكي كويس جدا. وبعد كده بصوا بقى هيبقى القوام معانا اهو، هو ده كده القوام المظبوط. وننزل بقى عليه كده باللبن السخن كده بتاعنا، وتشربي بقى احلى كوباية نسكافيه، احلى من بتاعة المحلات. ويلا بقى اعملوا لنا بقى لايك حلو.